النهارده يا بنات هعمل لكم اسهل كيكه في التاريخ. تعالوا نخش كده على المقادير على طول. انا عندي نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، وهعملها هنا بالبرتقال. انا عصره برتقانه واحده بس، معلقتين زبده، 3 بيضات. وهنا انا كنت بشرب البرتقانه اللي انا عصرتها بس قبل ما اعصرها. كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، والدقيق انا كده بحطه بالبركه. عايزه اقولك الثلاث بيضات دول والله هتطلع معاكي اسفنجيه وتحفه. انا بحط كل المقادير كده في الخلاط ما عدا طبعا الدقيق والبيكنج باودر. بحط كل المكونات بتاعتي في الخلاط وهضربها مره واحده. الفانيليا بقى والزيت والبيض، حتى بشر البرتقان والسكر واللبن. تمام. وعصير البرتقانه اللي انا عصرتها دي كل وما صفيتهاش على فكره، انا حطيتها زي ما هي. كله هيتحط في قلب الخلاط، وهديله ضربتين كده، يعني حوالي دقيقتين 3 بالكتير. انا ما بحبش اضرب كتير الكيكه. تمام. هتطلع معاكي زي العسل. امشي معايا كده خطوه خطوه، هخليكي استاذه في الكيكه. تمام. الزيت، نص كوبايه الزيت اللي انا هحطها هاخد منها ادهن الصينيه بتاعتي. تمام. من تحت ومن الجناب ومن كله، مهما كانت الصينيه ما بتلزقش برضو لازم تدهنيها زيت للتأكيد، يعني عشان ما تلزقش منك الكيكة بتاعتك. تمام. انا دهنتها هنا، وبعد كده هاخد بقى ايه بقية الكوباية بتاعتي كده واحطها في الخلاط. ماشي. واحط معلقتين الزبدة. عايزة تحطي سمنة حطي عادي جدا. تمام. كله بقى ضربا مبرحا كده في قلب الخلاط لمدة زي ما قلنا دقيقتين 3 بالكتير. طيب، انا هنا هعمل ايه؟ الخطوة دي مهمة جدا. هدقق الصينية بتاعتي بس من تحت، يعني هرش فيها رشة دي من تحت بس. طب ليه مش برش من الجنب؟ لان لو رشتي من الجنب هتخليها معاكي وهي بتنفش كده في الفرن، هتبقى تقيلة جدا مش هتنفش. لكن خليها من تحت بس. خلي الجوانب دي زيت بس عشان تبقى سريعة لما تيجي تعلى في الفرن. الدقيق بتاعي انا بحطه بالبركه، وهعرفك انت ازاي تعرفي اللي قوام الكيكه بتاعتك سليمه وزي الفل. طبعا حطيت على الدقيق اللي انا حطيته ده، حطيت عليه باكل بيكنج باودر بتاعي. وهنا بقى يا بنات هحط الخليط اللي انا عاملاه في الخلاط ده. هعرف منين اللي القوام ناجح؟ لمجرد ما بقلب كده كويس. انا هنا على فكره زودت شويه دقيق. بصوا، هفضل اقلب لحد ما ارفع المضرب كده الاقي نازل خط واحد مش بيتقطع. طالما نازل خط واحد معاكي اعرفي ان انتي طريقتك ناجحة 100%، وهتبقي استاذة في عمايل الكيك. هنزل بقى بالخليط بتاعي الجبار ده في الصينية، اهبت فيها كده خبطتين. بصوا قشر البرتقال تحفة تحفة تحفة. هتتحط في الفرن اللهم بارك. قعدت معايا ساعة الا ربع على درجة حرارة 180، وحاطة الشبكة. بصوا قلبتها وهي لسه سخنة نار، شايفين الدخان؟ وما شاء الله ولا لزقت ولا اي حاجة بالحركة اللي انا عملتها دي. بصوا القوام بتاعها ادي يا ستي كيكة التلات بيضات. شايفين زي العسل معاكي. بقلبها يمين وشمال ولا بتتفك مني ولا اي حاجة. هنا بقى هقطعها مع انها لسه سخنة، بس هقطعها اوريكم القوام بتاعها ما شاء الله. بصوا التهوية اللي فيها والفراغات تحفة، والقوام بتاعها زي العسل. بصوا اسفنجية ازاي، يمين وشمال اسفنجية، شايفين زي العسل ولسه سخنة. عايزة اقولكم خالص بصوا الدخان طالع ازاي. متنسوش بقى يا حبايبي تدعموني باللايك والشير. باي باي.